السلام عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من AI for Graphics and Media Production وكورس الإليستريتور. الحلقه دي احنا اتفقنا ان احنا هنتكلم عن بقيه الافكتس اللي كانت موجوده، وهنبتدي ان احنا نتكلم عن شويه حاجات برضو موجوده في الإليستريتور نبتدي ان احنا نعرفها. بس من الحاجات الكتير اللي احنا هنقولها النهارده هتبقى في شويه حاجات لذيذه ان انت تبقى عارفها في الإليستريتور، في ناس كتير ما بتبقاش عارفه عنها حاجه. وهنقفل الحلقه بتاعتنا النهارده على كده، والحلقه الجايه ان شاء الله هتبقى حلقه مهمه جدا هنتكلم فيها عن تيبس اند تريكس مهمه قوي موجوده في الإليستريتور تبقى انت عامل حسابك فيها لما انت تيجي تعمل برينتنج، حاجات لازم تاخد بالك منها. وهنعمل برضو حلقه ان شاء الله تكون عن الاكسبورتيشنز كلها بتاعه الإليستريتور، بحيث ان انت تبقى عارف ان انت لو عايز تكسبورت اي حاجه تبقى انت عارف تعمل الدنيا ازاي. طيب يلا بينا نستورد. احنا جينا عند الافكتات واتكلمنا المره اللي فاتت على 3D والماتيريال، واتكلمنا على الكونفيرتو شيب والكروب ماركس والديستورت اند ترانسفورم. جينا عند الباس ما جبناش سيرتها، هنتكلم عليها النهارده. واتكلمنا عن الباس فايندر ايه اللي جابها هنا. اتفقنا ان احنا معظم الحاجات موجوده هنا احنا استخدمناها من بره، بس هو ستيل حطيتها لك هنا تحت مسمى الافكتات، زي الباس فايندر وزي الورب لما اتكلمنا عليها اللي كانت بتطبق على التكست. طيب عايزين نشوف ايه الباس ده. هتلاقي الباس كده موجود جوه في كلمه اوفست باث، وفي اوتلاين اوبجكت وفي اوتلاين ستروك. طيب لو جينا اصلا بصينا لكلمه باث، هي ايه الكلمه دي؟ هو احنا اي حاجه بنرسمها هنا في الإليستريتور بتبقى عباره عن ايه؟ بتبقى عباره عن باثز. طب هو دلوقتي لما بيقول لي انا هعمل اوتلاين للستروك، يعني بيعمل شكل كده للستروك، بيعمل له اوتلاين، بيعمل له فريم كده حواليه، او يعمل اوتلاين للاوبجكت اللي هو الاوبجكت اللي عندك نفسه بيتعمل له اوتلاين. بس الاوتلاين ده ما بيبقاش مصدر قوه قوي اللي هو يفرق معاك في الشكل بتاعك ان انت تغير في الباثز بتاعته. امال ايه اللي يفرق معانا؟ اللي يفرق معانا بقوه الاوفست باث. الاوفست باث ليها 2 اكسس، ممكن اكسسها هنا من الافكتس وممكن من اوبجكت. هنا هننزل تحت هنلاقي برضو في باث، وهتلاقي جوه في عندنا اوفست باث. فانت دلوقتي ممكن تاكسس من هنا، ممكن تاكسس من هنا. add anchor point، remove anchor point، divided object، reverse path selection، outline stroke، join، average. الحاجات دي كلها ايه؟ الحاجات دي كلها انت ما بتاخدش بالك ان انت كنت بدات انكر بوينت اصلا في اي باث، كنا بالبن تول يا اما بالشيبر تول. يعني برضو ستيل الحاجات كلها اللي قدامك دي انت كنت تستخدمها بس بطريقه تانية، عشان لما اجي اقول لك ان الالستريتور احنا استخدمنا فيه كل حاجه، فانا احنا استخدمنا كل حاجه بس استخدمناها بطرق مختلفه. طب معلش هي هنا مش متطبقه ليه هنا الدنيا بتاعتي مش باينه بحيث ان انا ابتدي ان انا فعلا اطبق الدنيا بتاعتي عليه؟ هو احنا راسمين شيب؟ لا. طب تعالى كده نرسم شيب. لو انا جيت دلوقتي اخدت مثلا وقلت ان انا هرسم سيركل ورسمتها كده حتى بره، بس اديت لها ايه؟ في الكولر ده كده الشيب بتاعي. جميل. دلوقتي في حد احيانا بيرسم دايره جوه دايره. يعني ايه؟ يعني مثلا بيبقى عنده الدايره دي والدايره دي مثلا لونها بلاك، وعايز يرسم دايره تانية وراها لونها وايت. ممكن ياخد الدايره دي كده ويكبرها شويه ويخلي ان هي لونها ابيض، ويبتدي ان هو ياخد الدايره دي وسطنا هنا ويخليها ورا. او حد تاني بياخد الدايره ويقول لك انا هعمل الدايره دي كنترول سي وكنترول اف، ان انا خدت كوبي من الدايره وعملت لها بيست ان بليس نفس المكان، واللي انت لسه عامل لها بيست ان بليس دي خدها كده كبرها وغير لها اللون. طب هو المفروض حاليا اللي يبقى فيها تحتيها دايره سودا، صح؟ طب هنعرف منين؟ امسك الاثنين دول كده هتلاقي ان حاليا بقى عندك المنظر ده. طيب انا همسك البيضه بتاعتي زي ما هي وهرجعها ورا. ازاي؟ بكنترول جيم، او لو عايز ترجعها اخر لير ورا خالص هتدوس كنترول شيفت جيم فهترجع لك حاليا ورا. طب الموضوع ده ينفع على دايره؟ طب انا لو عايز اعمله على دايرتين 3 4 10، انا همسك دايره واعمل لها الموضوع ده مانيوال. يعني نفترض دلوقتي ان انا خدت الدايره دي مثلا بس صغرناها على سكيل ارت بورد اللي عندي دي، وجيت قلت طيب دايره الثانيه الثالثه، حاليا عندي 3 دوائر، وجيت كررتهم كده وعملت المنظر ده. تعال نشيل اخر لاين ده ملوش لازمه، وجيت اخدت دول كلهم عملت لهم جروب ووصلناهم كده ايه في النص هنا. طيب انا اكتشفت ان انا بعد ما عملت كل ده انا عايز لكل دايره من دول يبقى في دايره وراها. طب انا هعمل موضوع مانيوال. ممكن يجي حد يقول لي طب ما تاخد نسخه برضه وكبر واديها اللون اللي انت عايزه، لو نفترض ان هو جراي، وتعالى ظبط. هتلاقي الدنيا ما اتظبطتش، هتلاقي ان الموضوع بيبوظ منك. يبقى انا كده ما عنديش اكسس على الموضوع ده ان انا احله، غير ان انا امسك واحده واعملها مانيوال زي ما احنا كنا بنعمل هنا. لا بقى، هي دي ميزه الاوفست باس اللي احنا هنتكلم عليه. يعني ايه؟ يعني تعالى دلوقتي ناخدها على دايره بره. انا لو خدت الدايره دي كده معايا ونديها لون تاني عشان تبقى الدنيا بتاعتنا مميزه شويه، وقلت ان انا هاجي من هنا من الافكت من باث هديها اوفست باث او اوبجكت باث اوفست باث. حاليا ظهرت ليه؟ لان انا بقى معايا شيب. طيب دوست من هنا هتلاقي هو دلوقتي بيقول لك بص الشيب اللي معاك ده انت عايز ان انت الدنيا بتاعته تبقى مخليها ايه؟ الاوفست بتاعتها قد ايه؟ يعني ايه الاوفست بتاعتها قد ايه؟ يعني تبقى اكبر من الشيب اللي قبليه بايه؟ 10 بي اكس ولا 20 بي اكس
ولا 50 بي اكس؟ بص كل ما انا بكبر الدنيا بتكبر معي. بيقول لك دلوقتي انت عايز ان الموضوع ده يبقى بيفل، يبقى الموضوع يطلع كأن في بروز، ولا تبقى راوندد، ولا تبقى متر. وهنا المتر دي تبقى الليميت بتاعتها ايه؟ طب انا مش فاهم حاجه من الارقام دي، هقول لك دلوقتي. دوس اوكي. حاليا هو عمل اوفست باث. لو انا جيت اخدت اللون ده ولو انتوا كده، هتلاقي ايه ده عمل لاير وراها على طول وخلص الدنيا. ايوه بالظبط. يبقى انا ما احتاجتش ان انا اعمل حاجه، لكن هو رسم دايره وحطها ورا، انا بس غيرت اللون بتاعها. طب الحاجات اللي احنا شفناها دي تفرق معايا في ايه؟ الراوندد والبيفل والحاجات دي. انت مش واخد بالك ان المسميات دي كانت قريبه من حاجات كانت موجوده في الفيرتكس لما احنا كنا بنخليها راوندد؟ اه صح، ده كان فيه بيفل وكان فيه راوندد. طب تعال معايا كده. لو انا خدت ريكتانجل، والريكتانجل بتاعي ده انا اديت له لون اسود، والمفروض ان انا اطبق عليه دلوقتي اوفست باث اوفست باث، وعملت انا دلوقتي الدنيا بتاعتي دي كده. طب انا لو خليت دي راوندد، بص كده، الاوفست باث اللي هيعمله هيخليه راوندد. طب لو انا خليته هنا بيفل، بقى بيفل. طب ما اتطبقتش على الدايره ليه يا باشا؟ الدايره اصلا كلها راوندد، يعني هي اصلا الايدجز بتاعتها راوندد، فانت لو جيت طبقت بيفل، طبقت راوندد، طبقت الدنيا العاديه اللي هتكون الفيرتكس العاديه، كده كده هتطلع راوندد، لان ما عندهاش اكسس لفيرتكس اصلا كزاويه ان احنا نغير فيها حاجه، هي دي اساسها. لكن هنا في الاوفست باث هنا بانت. لو جيت دوست اوكي واخدت لون تاني برضه وحطيته، فانا حاليا كده اكسست على الدنيا بتاعتي. طب دي ميزه كده لو على شكل واحد. طب انا لو معايا كل دول، تفتكر هيأكسس لي على كل دول؟ تعالى بقى من افكت باث اوفست باث. فرقت معايا في حاجه؟ لا، من هنا او من هنا مش فارقه معايا. وخليت دي 20 وجيت دوست اوكي، بقى عندي اشكال كتيره اهي. تعالى بقى خد لون احمر. طب ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ هقول لك بقى دلوقتي واحنا ماسكين كده. حاليا هو عمل لهم اوفست باث، بس في مشكله. ايه المشكله اللي هو عمل لهم اوفست باث؟ حاليا لما انا باجي بقول له افكت وباث واوفست باث، او ايا كان انا باخد الاوفست باث منين، بيعمل لهم جروب، الا لو في حاله ان انت فكيتهم قبل الجروب. يعني ايه؟ انا لو مسكت كل دول وجيت قلت له اوبجكت باث اوفست باث وعملت الحجم ده، جيت هنا ودوست كنترول اكس، هتلاقي ان انا مسكت الدوائر كلها، انا عملت لها اوفست باث دي. ممكن وانا ماسكهم دول اغير لونهم ويتاكسسوا، وهتبقى الدنيا بتاعتهم بره ايه موجوده. بس دلوقتي انا لو سبتهم ممكن يتعمل لهم جروب، انا مش عايز يتعمل لهم جروب. هتاخدهم كنترول اكس ان انت عملت لهم كات من مكانهم خالص، واعمل لهم كنترول اف، يبقى انت كده خليتهم هم في حته لوحدهم غير دي خالص، واعمل لدول جروب، وبعد كده رجعهم مثلا اخر لاير ورا. يبقى دي في حاله اللي انت عايز تفصلهم، لو انت خايف ان هم ما يتفصلوش. في ناس تيجي تقول لي طب انا احيانا لما باجي بطبق الافكت من الباث والاوفست باث من هنا بيعمل لهم جروب على طول، واحيانا لما باجي بطبقهم الاوبجكت انا من باث واوفست باث ما بيعمل لهمش جروب. هو في الحالتين هنا بيحصل جروب وهنا بيحصل جروب، بس هي فكره انت بتاكسس على انهي اوردر الاول. يعني انت هتفصلهم من الاول ولا هتسيبه؟ في حالات انت بتسيبه هو بيعمل جروب بعد ما انت بتسيبه، احيانا السوفت وير ما بيعملش جروب. فانت على حسب انت ماكسس انت عايز ايه. انت عايز تفصلهم من الاول ولا انت عايز تغير اللون وخلاص؟ غيرت اللون وخلاص، في اوقات هيأكسس يبقى سايب كل حاجه لوحدها، وفي اوقات هتلاقيه ان هو عامل جروب، فمش فارقه معايا. بس هنا في ديفو ان احنا لما جينا عملنا الاوفست باس الدنيا دخلت في بعض. في ناس احيانا بتبقى هي عايزه تطلع ريزلت بالشكل ده، فمش مشكله، دي حاجه بتاعتهم مش بتاعتنا. الا في حاله اللي انت دي بالنسبه لك غلطه، اللي انت المفروض توسع بين كل دايره والتانيه اكتر عشان ما نبقاش ان هم لازقين في بعض. بس احنا كده حاليا شفنا الدنيا بتاعت الباس وازاي اللي احنا نقدر نستفاد منها. تخيل بقى ان انت هنا عندك 3 6 9 12 15 18. المنظر اللي قدامك ده، انت كنت متخيل ان انت هتعمل 18 اوردر مايو لو انت شغال بالطريقه دي؟ فالاوفست باث ريحتك من كل ده. يبقى الاوفست باث دلوقتي انا طبقتها يا اما من افكت واخش على الباسز، اما من الاوبجكت وانزل برضو على الباس. فدي كده كانت حاجه من الافكتس اللي كانت ناقصه، وعرفنا حته البيفل وحته الراوندد والليله دي. جميل. نرجع هنا تاني. هتلاقي هنا كان في افكت ويقول لك في حاجه اسمها ريسترويز. هو اصلا مش احنا كان عندنا حاجه اسمها ريستر، حاجه اسمها فيكتور؟ اه صح. قلنا الريستر دي ان هي الحاجه اللي متكونه من بيكسلز، والفيكتور الحاجه اللي متكونه من بوينتس. اه صح الكلام ده. طب احنا في الالستريتور بنشتغل ايه؟ بنشتغل فيكتور. جميل، بنشتغل فيكتور. طب حاليا انا لو عايز احول الفيكتور دي لصوره هعمل لها ايه؟ هحولها لريستر، يعني نعمل لها ريسترايز. اه صح. يعني احنا دلوقتي لو عندنا حاجه واحنا عايزين نحولها جوه كريستر هنعمل لها ريسترايز. الله ينور عليك. يعني تعال نجرب، ناخد دول كده. لو جينا هنا وقلت له يلا بينا انا عايز اعمل افكتس وريسترايز، بص هيطلع لي ايه؟ هيقول لي اولا انت عايز تخلي الحاجه اللي انت تعملها ريسترايز ار جي بي ولا بيت ماب؟
هي ايه فورمات البيت ماب دي؟ فورمات البيت ماب دي احنا كنا قلناها في الفوتوشوب، قلناها في الحلقه بتاعه كولر مود اللي كانت موجوده في الاول خالص. هسيب لكم لينك الحلقه دي برضو عشان دي مهمه جدا عشان تبقى فاهم الدنيا بتاعه الكولر مود. بس ان احنا متعرف عليه ان الار جي بي ده بتاع الديجيتال والسي واي كي ده بتاع البرنتد. هنا هو حاطط لي ار جي بي وحاطط لي جراي سكيل وحاطط لي بيت ماب، مش حاطط لي سي واي كي، حاطط لي الثلاثه دول. انت بتختار الحاجه اللي هو يعمل لها ريسترايز، هيبقى ار جي بي ولا جراي سكيل ولا بيت ماب. انا اخترت ار جي بي. طب الريزوليوشن انت عايزها كام؟ انا قلت له 72 او 150 او 300. بيقول لك يوز دوكيمنت ريستر افكت ريزوليوشن، يعني انا ابتدي ان انا اعمل لك ريزوليوشن على حسب الريزوليوشن اللي قدامي ده ماشي عامل ازاي، او اقدر تبتدي ان انت تكتب الدنيا اللي انت عايزها براحتك. طب الحاجه اللي انا هعمل لها ريسترويز دي احولها لريستر، انت عايز الباك جراوند بتاعتها تبقى ترانسبيرنت ولا ابيض؟ تبقى ترانسبيرنت. طيب جيت هنا انا مش عايز العب مثلا في الاوبشنز اللي تحت دي. هنا بيقول لي بقى ان انت عايز تخليها ارت اوبتمايز ولا عايز تخليها تايب اوبتمايز، يعني انت عايز تخليها ان هي حاجه كانها مرسومه ولا تبقى حاجه عاديه. عايز تعمل لها كليب ماسك. ايه كليب ماسك ده؟ هنقوله كمان شويه. بس هو كليب ماسك ده عموما انت بتدخل حاجه جوه حاجه، بس احنا مش عايزين ندخل حاجه جوه حاجه دلوقتي. وهدوس اوكي. فحاليا كده الحاجه اللي قدامنا دي، هل هو عمل لها ريسترويز وهو حولها لريستر؟ احنا حاليا عندنا المنظر قدامنا ده ان هو كل حاجه فيكتور زي ما هي. انت بقى لما تيجي تكسبورت هيبتدي ان الموضوع يطلع معاك بريزوليوشن المطلوبه. فانت حاليا كده لما تيجي تعمل ريسترويز لحاجه هو بيديك الاكسس ان انت تظبط الدنيا معاها على اساس ايه. هي حاليا واخده افكت ان هي معمول لها ريسترويز، فهيبتدي ان انت لو خدت الحاجه دي كده ووديتها على الفوتوشوب هيتعامل معاها على اساس ان هي ريستر بالشكل ده. يبقى انت حاليا لما تيجي تطبق الدنيا بتاعتك كان انت تعمل لها ريسترويز او تحولها لريستر، بتبتدي ان انت توديها الفوتوشوب بنفس الافكت اللي انت حطيته هنا. طيب انا ما عملتش موضوع ريسترويز، انا لو خدت الحاجه دي ووديتها اصلا على الفوتوشوب هو كده كده هيحولها لريستر، زي ما حصل معانا لما احنا خدنا البيزنس كارد بتاعنا من هنا وديناه على موقع في الفوتوشوب. هو كده كده حوله الريستر، بس هو حوله الريستر على اساس حاجه هنا احنا لسه شايفينها. use document raster effect and resolution. لما احنا جينا اخدنا الحاجه بتاعتنا وديناها على الفوتوشوب هو اخدها بالراستر افكت اللي هو شايفه بالنسبه للريزوليوشن اللي موجوده جوه الالستريتور وهكذا، مش متحدد لها ريزوليوشن مانيوال انا اللي محددها. لكن لو انت عملت الراستر افكت والحاجه انت حولتها الريستر، فلما هتوديها هتتعامل هناك معامله الريستر، هتتعامل بالسيتنجز اللي انت محددها هنا جوه بعد ما انت عملت الريسترايز افكت. لكن لو انت وديتها من غير ما تعمل ريسترايز افكت هتخش بالافكت اللي ايه اللي الالستريتور شايفه بالنسبه لدي، ده اللي هيتكونفرت وهيتحول له هناك. فدي انت ممكن تستخدمها. استخداماتها مش كتير قوي لان في ناس كتير لما بتعوز تودي حاجه من هنا لهنا بتوديها على طول، ما بتحولش ان هي الريستر والفيكتور وهكذا، لا هو بيودي وبيخلي الدنيا هناك ايه تتعامل على اساس الافكت مش عايزه هبتدي ان انا ادلته. ده كده من ناحيه الريسترويز. عندنا افكت تاني، عندنا ستايلز. ستايلز دي بقى زي البلندنج اوبشنز اللي كانت موجوده في الفوتوشوب. ايه البلندنج اوبشنز دي كانت اوبشنز احنا كنا بنستخدمها ان احنا نيجي نطبق افكت، نخلي ان الشكل بتاعنا يكون فيه بروز، نخلي ان احنا الدنيا بتاعتنا ان احنا ممكن نعمل لها حاجه اسمها دروب شادو نحط لها ظل، نعمل لها حاجه اسمها انر شادو ان احنا نحط شادو جوه، نعمل لها اوتر جلو ان احنا نعمل لها زي ما يكون في اضاءه بره، نعمل لها انر جلو حاجه تكون زي كأن في اضاءه جوه وهكذا. طب تعالى نشوف الافكتات دي هنا ممكن تمشي ازاي. لو انا خدت دول كده وتعالى هنا نزوم ان، ابعد دول عني دلوقتي ونرسم شيب ونشوف الدنيا بتاعته هتمشي معانا ازاي. اخد شيب ونغير لونه عشان نبتدي نشوف الدنيا بتاعتنا ماشيه ازاي. وحاجه هنا على الشيب بتاعي ده هقول له effects styles drop shadow. هتلاقي هنا بقى في شادو كده ورا. طب الشادو ده معمول له هنا opacity بتاعته 75، لو انا زودتها opacity هتغمق. طب مش باين ليه؟ ما في offset. الاوفست دي ان انا بتخليني ان انا اتحكم ان انا احركه قد ايه من الاكس اكسس او من الواي اكسس. يعني انا لو جيت هنا كده خليته ان هو يتحرك من الاكس، بص بدا يبان ازاي. طب لو خليته يتحرك من الواي بص بدا يبان ازاي. طب ده غامق قوي، مفيش شادو هيبقى غامق كده، عشان كده قلت لك opacity اتحكم زي ما انت عايز. طيب دلوقتي بقى الشادو ده بتاعي بيبقى صريح لا بيبقى عليه نسبه بلورنس. فجيت دلوقتي لو زودت نسبه البلور دي هتلاقي ان هو ايه بدا ان هو ينغمش اكتر. قللت هبتدي ان انا اخليه ان هو صريح، بس مفيش شادو بيبقى بقوه كده، لازم تبقى مديه نسبه بلورنس. فانت اللي بتتحكم في نسبه البلورنس دي زي ما انت عايز. وعندك هنا بريفيو عشان انت تبقى شايف الدنيا، وعندك الكرر بتاعك اللي انت ممكن تتحكم في كرر الشادو ده اصلا يبقى دنيته ماشيه معاك ازاي، او تخليه داركنس وتبتدي انك تتحكم في الدنيا بتاعته هنا في الداركنس بتاعته تبقى ماشيه ازاي، اللي هو اكنك اصلا انت بتبتدي انك تتحكم في
الاوباسيتي وهكذا. بيقول لك spot color may be shading with a black overprint, turn on overprint preview to view. دي حاجه ليها علاقه بالبرنتنج. بيقول لك دلوقتي حاليا الحاجه اللي انت بتطبق عليها البرسنتج دي، خلي بالك ان دي ممكن ما تبانش في الطباعه او تطلع في الطباعه غامقه قوي كانها مش شادو، فلازم ان انت تفتح حاجه اسمها هنا overprint بحيث ان انت تظبط السيتنجز بتاعتك لما تيجي في الطباعه ما يتعملهاش مشكله. فحته الداركنس دي لو انت جيت استخدمتها لازم تاخد بالك في حاله ان انت هتحول الحاجات دي لبرنتنج ان هي ما تحصلش معاك مشكله. احنا كده كده الفيديو الجاي لما هنيجي نتكلم عن التيبس اند تريكس هنيجي نتكلم عن حاجات مهمه جدا اللي انت لازم تاخد بالك منها في البرنتنج عشان ما يحصلش معاك مشاكل، فدي برضه هنتكلم عليها الحلقه الجايه. طيب احنا كده جربنا حوار الدروب شادو في الستايلز. لو خلينا ان هي كرر زي ما هي وان انا جيت رجعتها اسود ورجعت الستايل بتاعي عادي ودوست اوكي، ده كده الافكت بتاعي. لو انا مش عايزه هعمل ديليت، عايز ان انا اعدل عليه هدوس على دروب شادو وادوس اوكي واعدل. طيب دلت. عندنا ايه تاني؟ عندنا هنا في الستايلز في فيذر. فيذر دي اللي هي بتخلي ان الريديوس بتاعي او الزاويه بتاعتي دي ما تبقاش بغشومه، لا تبقى ايه الدنيا معاها جايه بفيذر كده، ان هي تبقى شيدد شويه من على الاطراف لو انت عايز تعمل لها افكت الفيذر. عندنا في الافكت في الستايلز برضه عندنا هنا في انر جلو، دي اللي بتدي نسبه اضاءه جوه اللي كنا بنتكلم عليها. انا جيت عملت بلورنس وجيت زودت الاوباسيتي بتاعتي حاليا كده وقايل له ايدج، فانت هتلاقي الايدجز بتاعتك فيها نسبه جلوينج كده، او اخلي الموضوع من السنتر. طب الموضوع دلوقتي جاي بقوه، هقلل كده بلورنس واجي ابتدي ان انا اقلل الاوباسيتي، هتلاقي كده حاليا موضوع الانر جلو اللي حصل جوه بيبقى جايب لك اضاءه من جوه. فممكن من السنتر ممكن من الادجز زي ما انت عايز. هرجع اعمل بلورنس وهرجع ازود الاوباسيتي تاني عشان نشوف. حاليا كده انا عامل حوار انر جلو. طب انا لو جيت حولت الموضوع وقلت لك طيب تعالى كده نعمله اوتر جلو. اوتر جلو بقى تعالى انت تتحكم في كرر تاني لان جلوينج فمش هيبقى لونه اسود يعني. هاجي هنا ازود البلورنس بتاعتي وهاجي هنا ابتدي ان انا العب في اوباسيتي، فهتلاقي ان هو ايه بدأ فيه جلوينج سيكا اهو. انا بعمل بلورنس عشان تبقى الدنيا برضو جايه على نسبه بلور او ان انا اقلل، وهكذا مع البلورنس اللي بيزيد بيبتدي تظهر نسبه الجلوينج. فده حاليا لو انت عايز تعمل اكن في نسبه اضاءه طالعه من حاجه او جلوينج فبتتعمل برضو بالاوت جلو، فانت ممكن تعمل جلو ان وممكن تعمل جلو اوت زي ما انت عايز. طيب وعندنا هنا تاني في الستايلز عندنا هنا راوندد كورنر، ان انا الكورنرز بتاعتي دي ان انا ممكن ان انا اجي اتحكم ان انا اخليها راوند. طب معلش دي تفرق معايا في ايه؟ ما انا حاليا ممكن يبقى الشيب بتاعي ان انا اكسس عليه واعمل عليه راوندد زي ما انت عايز. طب ما انت ممكن تدخل حاجه اصلا من بره ما تكونش فيكتور، فانت الحاجه دي عايز تطبق عليها ان هي تبقى راوندد، هتعملها ازاي؟ فودك افكت اللي انت ممكن تطبق على الحاجه وتخليها راوندد. اخر حاجه عندي السكريبل دي حاليا يجي يقول لك بص زي ما يكون في خربشه كده في الشكل. ممكن دلوقتي ان انت تيجي تظبط الدنيا دي بستايلز معينه، شويد لايك، دانس، لوس، اوري، شارب، سكتش، كلها ستايلز. وبتبتدي ان انت تلعب بقى في كل ستايل من فيهم، تشوف انت هتظبط الدنيا بتاعتك ازاي من ناحيه الفاريشن والانجل اللي متطبق فيه والستروك ويتس، تطفنه ترفعه لان الحاجات دي حاليا واخده افكت ستروك. بتبتدي تلعب في السيتنجز بتاعتك بعد ما توصل للشكل اللي انت عايزه تدوس اوكي، ده حاليا الافكت اللي طالع عندك. فتبتدي ان انت تستخدمه ممكن في حاجات في ديزاين، تستخدمه كحاجه تتحط في الباك جراوند تكسر شويه. بس حاليا ان انت قدرت تعمل شكل جديد من مجرد كان ريكتانجل عندك بس عرفت تعمل منه افكتات طلعت شكلها احلى بكتير، تعرف ان انت توظفها على الشكل اللي عندك. فدي برضو كده حاجات حلوه جدا احنا عرفنا نعمل افكتس. كل دي موجوده هنا عندك في الستايلز بتاعتك. طيب جميل. ايه اللي بعده؟ اللي بعده الاس في جي فلتر. هنقول الاس في جي فلتر وهنبص بص على الفلاتر اللي تحت دي برضو عشان ايه شكلها مش غريب عليا وهنيجي نتفاهم فيها دلوقتي. ايه الاس في جي فلتر ده؟ قال لك دلوقتي برضو انا لو جيت رسمت شكل اس في جي فلتر دي جايه من اسمها فلترز يعني فيها فلاتر. لو جيت طبقت قلت له ابلاي اس في جي فلتر، هنا في فلترز موجوده اهي بتبتدي ان هي تطبق على الشكل وتديله ستايلز جديده تقدر ان انت تستخدمها وتوظف الشيب بتاعك على اساسها. وكل بقى فلتر على اساس ان هو يطلع لك ايه في الشيب. انا عجبني الشكل ده جيت دوست اوكي، حاليا كده ده فلتر انا جيت مطبقه. فدي فلترز تترمى ممكن ان هي تترمى على الشيبس. طيب في فلترز بقى موجوده هنا اسمها افكت جاليري وتحتيها ارتست وبلور وبروش وديستور. ايه ده الحاجات دي انا حاسس ان انا شفتها في برنامج قبل كده. ايوه برنامج ما تفكرش، انت مش محتاج تفتكر ولا محتاج تغش، انت كاتب لك فوق فوتوشوب افكتس. صح، مش دي الافكتس كان موجوده في الفوتوشوب؟ الافكتس اللي انا قلت لك اللي العب فيها ان انت ممكن تيجي تطبق على شكل معين تعمل له بلورنس شويه، ممكن تيجي تعمل له نسبه ديستورت، ممكن تيجي تعمل فيه شويه حاجات كانها سكتش. حتى الافكت جاليري دي بص لو جينا فتحناها
المفروض الشكل ده يجي يفكرك بالفلاتر اللي كانت موجودة دي. قلت لك اللي احنا ممكن نيجي نطبقها على صور، فانت ممكن دلوقتي تطبق الدنيا بتاعتك على الفلاتر دي على صور عادي. مش ده المنظر اللي كان موجود عندنا؟ اهو اصغره لكم، ده المنظر اللي كان موجود عندنا، تبتدي تطبق عليه الفلاتر. بس حاليا انا لو جيت طبقت على حاجة، حاليا ما فيش عندي صورة، بس لو انت حاطط صورة الدنيا هتطبق عليها عادي خالص. بس في الفوتوشوب كان في ميزة ان انا ممكن على الحاجة الواحدة اللي عندي اطبق هنا 2 فلترز 3 فلترز، لكن انا بيخليك تطبق افكت واحد، ما تقدرش ان انت تعمل نيو، واكيد مش هتعمل ديليت لان انت ما عندكش غير افكت فمش هتدلته. وعندك السيتنجز بتاعتك اللي انت ممكن تعدل في اي افكت. طيب دي كده الافكتس اصلا اللي هي فوتوشوب افكتس، هو حاططها لك هنا في الالستريتور بحيث ان انت لو فكرت ان انت تستخدمها. طيب في حاجة هنا موجودة في الكولرز، او بمعنى اصح التاب اللي احنا بناخد منها الكولرز بتاعتنا دي، او بناخد منها الدنيا بتاعتنا دي هنا، اسمها اصلا مش تاب الكولر، اسمها سويتشز. يعني دي لو طارت منك او تاهت منك، احنا اتفقنا ان اي حاجة في اي بروجرام ادوبي طارت منك هتجيبها منين؟ من ويندو. روح هنا دور على حاجة اسمها سويتشز، هتلاقي سويتشز اهي، دوس عليها هتلاقي يفتح لي المنظر ده اللي هو المنظر ده. فدي كده اسمها سويتشز. جوه السويتشز كده كان في اشكال ايه؟ انا لو جيت دلوقتي رسمت مربع وجيت اخترت ده ايه ده جريدينت وده جريدينت وده جريدينت، بس ايه ده؟ واحيانا فيرجنز تانية بتلاقي فيها اشكال تانية كتير. الحاجة دي اسمها باترن. ايه الباترن دي؟ لو جيت بصيت كده هتلاقي ان هنا في اشكال كتير قوي متكررة، ولو انا جيت كبرت الشكل ده هتلاقي ان هو بيكبر معايا بالمنظر ده. ولو جيت ان انا خدت الدايركت سيلكشن تول وجيت سحبت هتلاقيه بيتمطش، انت هتلاقي الشكل بيتكرر معايا. طيب دي تفرق في ايه؟ افرض ان انا دلوقتي جيت قلت لك انا عايز اعمل الباك جراوند بتاعتي دي كده كلها بالمنظر ده، انت متخيل انت هتكرر كام حاجه ولازم تحطهم فوق بعض وبالترتيب ده وبالالوان ده؟ فطبعا الموضوع عشان يتعمل مانيوال هيتعمل، بس هياخد ايفورت وقت كبير جدا وممكن ما تطلعش اكيوريت. قال لك طب تعالى نفترض ان انا اصلا شغال على حاجه لبراند على طول، فالبراند ده على طول بيحط باترن او بيحط تكتشر. مثلا نفترض ان هو براند اكل، بيحط الباترن او التكتشر دي مثلا على اكياس السندوتشات، على الازازه مثلا بتاعه البيبسي، على مثلا ازازه المويه، على الكياس مثلا بتاعه التيك اواي، على مثلا البوكسز بتاعه البيتزا، ايا كان في باترن معينه بتتحط. فالباترن دي بتتحط على كذا حاجه وكل حاجه بشكل وكل حاجه مقاس. يعني انا كل مره حاجه ان انا اظبط دنيتي من الاول واعملها على مقاسها؟ لا طبعا الموضوع ده عذاب. طب ما انا اعمل حاجه عندي اقدر ان انا اسيبها واستخدمها على طول، وتبقى المقاس بتاعها فليكسبل معايا على اساس الحاجه اللي انا بعملها. زي ايه؟ زي اللي احنا بنعمله ده اللي انت قلت لي اسمه باترن. طيب ما تيجي نعمل احنا باترن. يعني دي كده باترن كانت موجوده في سويتشز، ما تيجي احنا نكريت باترن. ايه ده؟ ينفع؟ اوعى تقول لي بقى نسحب الت ونكرر بايدينا والكلام ده. هقول لك لا لا لا، سيب ده كده ودلته. هنروح على اوبجكت، هتلاقي هنا في كلمه باترن، جواها في ميك باترن. طب انا لو عايز اديت باترن، ده في اديت باترن. طب هنا هيأديت باترن ليه؟ عشان انا واقف هنا اصلا على باترن. لو انا واقف على كارن مش هيديني ان انا اديت باترن. طب معلش لو انا دخلت كده وقلت له اديت باترن، هيفتح لي الباترن اللي احنا كنا عاملينها اللي كانت موجوده. طب انا لو عملت اديت عليها، عملت دي كده، انا كده شلتها. طب عملت دي كده، شلتها. طب كده، طب جيت عملت كده، صورتها. بص الباترن بتتغير ازاي على حسب الاديت بتاعي اللي انا بعمله، بتبتدي ان هي تتغير. فانا ليا اكسس ان انا اديت في الباترن بتاعتي عادي لو انا عايز. حاليا كده بص الباترن بتاعتي اتعمل عليها اديت ازاي. فانت دلوقتي ممكن اي باترن تعمل عليها اديت. انا دوست كنترول زد عشان ارجع كل حاجه زي ما كانت واسيبها على اصلها. فانت لو عندك باترن تقدر ان انت تedit عليها برضه. لا انا عايز ميك، ماشي، اوبجكت باترن ميك باترن. هتلاقي ان هو الراجل هنا مديك الرينج ده كده اللي انت تحط فيه الحاجه بتاعتك. في الفيرجنز القديمه كان بيديك فريم ازرق، الفريم الازرق ده اللي انت بتحط فيه الحاجه بتاعتك وتبتدي ان انت تطبق عليها اللي انت عايزه. طب انا لو جيت هنا اخترت لون اسود واخترت مثلا نجمه وجيت رسمت النجمه دي كده، حلو الكلام، جميل، ادي كده النجمه. بص انا جيت حطيت النجمه في المكان ده مثلا في النص، وبدات ان انا اصغر النجمه، ده كده النجمه اللي معايا. طب هكرر النجمه كمان وهكرر النجمه كمان، يبقى انا كده معايا نجمه والتانية والتالتة. طب ما نمسك التلاتة ونصغرها، نيجي نحطهم هنا كده في الرينج اللي هو اصلا عايزنا ان احنا نشتغل فيه. ده كده حاليا الرينج اللي احنا هنشتغل فيه، جميل. بص بقى انا جيت عملت ايه، انا جيت هنا دوست شو تايل ايدج. ايه شو تايل ايدج ده بيجيب الفريم اللي احنا شغالين عليه. يبقى دلوقتي ده المنظر اللي هيبقى موجود عندك.
شو تايل ايدج ده حاليا هيجيب لك الفريم الازرق اللي انا كنت لسه بقول لك عليه، وشو سويتش باونس بيجيب لك المنظر كده. يعني انت ممكن ابقى جايب لك الموضوع كدوتس كده، ممكن اخليه لك ما يبقاش موجود اصلا، ممكن اقول لك شو تايل ايدج. طب دي لازمتها ايه؟ تبقى انت عارف بدايتك ونهايتك، تبقى انت ماشي بيها ازاي. في الفيرجنز القديمه هتلاقي فيها الفريم الازرق ده عشان هو على طول بيبقى مختار لك دول. ممكن انت تيجي تخش على الفيرجن الجديده تقول ايه ده هنا مفيش، دي عشان فيرجن جديده. لا، مفيش الكلام ده. عندك هنا اهو شو تايل ايدج، وعندك شو سويتش باونس. الفريم ده هو اللي بيأكسس عليه كل حاجه. يعني انا دلوقتي لو جيت دخلت كده وصغرت، خليت ده هنا ودي هنا ودي هنا، فانا كده اخترت سبيسز على فكره. وجيت هنا تعالى نمسح ونخلي دي راوندد. ايه ده؟ دي راوندد قوي، انا مش عايز الدرجات. نخليها ريكتانجل ونخليه احنا راوندد، وهاجي هنا اخليه ريكتانجل عادي، وكل واحده فيهم لون. او اخلي دي مثلا لون ودي لون. وجيت هنا مثلا قلت لك انا هرسم حاجه بالبروش مثلا، اعمل كده اعمل كده اعمل كده. دي كده الباترن بتاعتنا اللي موجوده. جميل. طيب جيت هنا هسمي الباترن مثلا ايه 13. بيقول لك الباترن بتاعتك انت عايز السيستم بتاعك تبقى جريد عاديه كده، ولا تبقى بريك باي رو ده يبقى الستايل بتاعها، ولا بريك باي كولوم ده يبقى الستايل بتاعها، ولا يبقى هيكسا باي كولوم، ولا يبقى اكس باي رو ده يبقى الستاندرد بتاعها من غير ما تزود اي حاجه، او اخليها جريد عاديه. ممكن اجي اتحكم في الويتس دي اقول له انا عايزها 500. بص كده ايه اللي هيحصل؟ السبيس بينهم وسعت قوي، فانا اللي بتحكم السبيس بينهم تبقى عامله ازاي برضه، مع ان انا ظابطهم جوه ضايقين عن بعض، بس انا اللي بتحكم اقول له لا الدنيا من بره تبقى ايه. طب 200، طب 90. انت اللي بتتحكم بقى شكل الباترن يبقى عامل ازاي، اساسها الفريم الاساسي بتاعه. لا لا يا عم، مش هداوم على بعض قوي، خليها 120. فده كده المنظر بتاع الباترن بتاعي. تمام. انت الباترن بتاعتك دي عايز بقى المنظر الاساسي تبقى مقاسها 5 في 5، ولا 7 في 7، ولا 5 في 3، ولا ايه الدنيا؟ انا جيت يا عم قلت له 7 في 7. وبعد ما تخلص كل ده لازم تسيف هنا، تقول done. تسيف از كوبي، هيسيفها لك ان هي نسخه تانية غير النسخه بتاعتك الاساسيه. جيت ان انا دوست done كأن انا بقول له سيف. اقول لي انت متاكد؟ هقول له انا ما بخافش. هتلاقي هنا تزود لك في سويتشز باترن اسمها 13. تعالى بقى انا هرسم ده، دي الباترن القديمه بتاعتنا. بص لو دوست على 13، طيب لو انا جيت دلوقتي عملت كده هتتمط. انا مش عايزها تتمط، امال انا عايز اعمل ايه؟ دايركت سيلكشن، ادي 1 ادي 2، اسف اسف. ايه ده؟ طب انت مش كنت عاملها 7 في 7؟ ما انا قلت لك ده الشكل المين، بس طول ما انت هتسحب وتكرر هتلاقي ان هي اتكررت معاك. عملتها على كيس برجر، عملتها على كيس فرايز، عملتها على كام بيبسي، عملتها على ايا كان ايه الحاجه، انا كده كده المقاس بتاعها معايا، انا حر فيه اعمل اللي انا عايزه. طب بعد ما عملتها ما عجبتنيش، لو جيت هنا ودوست دوستين هيفتح لي على طول ان انا اديت الباترن، او ان انت هتروح اوبجكت وتedit الباترن وهكذا. طب انا لو جيت هنا قلت له لا اللون ده طلع موزي قوي ما عجبش الناس، انا عايز ارجعه اسود، واجي له لون. اعتمد يا باشا، كل حاجه تعمل لها اديت في وقتها على طول. طب انا عايز اعمل ده بس اعمل له سيف از كوبي. طب ما انت هنا في سيف از كوبي وسيفته باسم تاني، يبقى انا دلوقتي قدرت ان انا برضو اطبق الاتنين معي. ادي 13 وادي اجيب الاسم بتاعي. طب انا لو عايز ادلت، وقفت هنا دلت، وقفت هنا دلت، يبقى انا دلوقتي قدرت برضو ان انا ادلت الحاجه بتاعتي زي ما انا عايز. يبقى انا ليا اكسس برضو ان انا ادلت، ليا اكسس ان انا اعمل كل حاجه. يبقى انا دلوقتي قدرت ان انا كريت باترن، قدرت ان انا باترن عندي ان انا اديت عليها، قدرت ان الباترن بتاعتي اعمل منها نسخه تانية، قدرت ان الباترن بتاعتي ان انا اديت عليها في الوانها في مقاساتها في اي حاجه. فانت ليك اكسس ان انت تعمل باترن فروم سكراتش، وليك اكسس برضو ان انت تedit على الباترن بتاعتك. فدي برضو ميزه مهمه لازم ناخد بالنا منها. طيب في كام حاجه الناس بتسال عليها في الالستريتور مش فاهماها. احنا خدنا التولز وخلصنا كل ده، واللي قدام ده كان الفيل كارر، وهنا كان الستروك كارر، وكنا بنتكلم ان انا هنا ده كده الفيل، ولو انا جيت غيرت ده فانا كده حاليا بغير لون الفيل كارر بتاعي. لو جيت دوست على السهم ده فانا كده بعكس، بخلي الفيل يبقى ستروك وبخلي الستروك يبقى فيل. يعني انا هنا حتى لو حطيت لون اسود فانا حاليا كده مختار ان الستروك الشكل ده يبقى اسود، لو كده عكست هيبقى الشكل اسود والستروك بتاعه هو الازرق وهكذا. طيب ايه المنظر ده هنا انا هختار جريدي، وهنا انا كده ماسك الستروك، وهنا انا بلغي الكلر خالص. طيب سيبك من دول كده بريفيو. يعني ايه تشينج سكرين مود؟ يقول لك انت عايزها تبقى نورمال سكرين مود، ولا عايزها فول سكرين مود وذ منيو بار، ولا فول سكرين مود اصلا، ولا برزنتيشن مود. برزنتيشن مود دي الشورت كات بتاعها شيفت اف لو انا عايز اعمل برزنتيشن للكلاينت،
شيفت اف بيعمل المود ده. عايز اطلع اسكيب عادي خالص، بتطلع الدنيا بتاعتك وبيطلع المنظر بتاعك ده عادي. فانت دلوقتي شيفت اف برزنتيشن مود، دوست اسكيب، رجعت كل حاجه زي ما هي. طيب جميل، ممكن نعمل ايه تاني؟ هتلاقي هنا في مود اسمه فول سكرين مود وذ منيو بار، وفي فول سكرين مود بس. طب انا لو جيت هنا دوست اف بقى فول سكرين مود بس وذ منيو بار. طب لو دوست اف مره كمان فول سكرين مود من غير اي حاجه، مش مديك اي سيتنجز فوق، صح؟ فانا كده حاليا بقى عندي فول سكرين مود. دوست اف تاني رجع لي كل حاجه زي ما كانت. يبقى انا كده ليا اكسس ان انا اعمل اكتر من مود. دي الشورت كات بتاع ان انا افضل ادوس اف 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 اف. يبقى انا ليا هنا ان انا اشتغل عادي نورمال سايز سكرين، او فول سكرين مود وذ منيو بار، او فول سكرين مود بس، او برزنتيشن مود. يبقى انت كده عندك الاكسس على كل حاجه في الجزء ده تعمل فيها اللي انت عايزه. طيب جميل، ممكن نعمل ايه تاني؟ تعالى كده نبص. ده كده من ناحيه ان احنا نظبط السكرينز بتاعتنا والبريفيو بتاعتنا. ايه دول؟ هنا حاجه اسمها درو نورمال، بترسم عادي. هنا درو بيهايند، وهنا درو انسايد. تعالى نشوف دول. انا هاجي هنا على الشكل ده، هاجي امسك الدايره بتاعتي دي ونخليها ان هي في الكلر عادي ازرق. انا كده رسمت واللي هو ايه؟ درو نورمال. طب انا لو جبت دايره وقلت ان انا هلونها دلوقتي اسود، يعني الدايره اللي انا هلونها اسود، الطبيعي بتاعي ان انا لما ارسم الدايره هنا تبقى ايه؟ فوق الشكل ده واترسمت فوق الشكل. طب بص، لو جينا اخترنا دي وجينا رسمنا، ايه ده؟ هي ازاي اترسمت ورا الشكل؟ ازاي احنا عكسنا ترتيب اللايرز؟ هو المفروض ان اي حاجه طبيعيه انا برسمها تبقى اول لاير فوق. طب ازاي دي اترسمت تحت؟ لان انا هنا اخترت ان انا عايز ارسم على درو بيهايند، اللي هي الشورت كات بتاعها شيفت بلس دي لو انت عايز تسويتش المود بتاعك بين اي حاجه والتانيه. بص انا هنا واقف شيفت بلس دي، شيفت بلس دي، شيفت بلس دي، شيفت بلس دي. طب لو مسكت الاثنين دول شيفت بلس دي هيفتح لي برضو الاكسس عليهم. طب التالتة دي بتفتح امتى؟ هقول لك حاليا دلوقتي. بس شيفت بلس دي هو اللي بيبدل بين المودز دي. يبقى انا المود الاولاني انا برسم كده نورمال، لان انا لو رسمت دلوقتي هيرسم كده الحاجه دي فوق. لكن لو انا دوست شيفت دي ونقلت على دي اللي هي باك، لو جيت رسمت دلوقتي هيبقى باك من ناحيه ايه؟ حاليا دلوقتي الاسود ده هو اللي فوق. طب تعالى نغير لونه عشان نشوف اهو. يبقى هو دلوقتي رسم باك الاصفر حاليا، مش هيرسم باك كله، هيرسم باك الايه؟ الشكل اللي قدامي ده. طب اخر واحده دي بقى اللي هي ايه؟ اخر واحده دي اللي هو بيقول لك درو انسايد. طب ايه درو انسايد دي؟ نفترض ان انا دلوقتي جبت دايره وتعالى نحولها لستروك، وانا ماسك الدايره دي اخترت ان انا هدرو انسايد. بص دلوقتي لو فكرت ان انا اجي ارسم قبلها، هو اصلا عمل لك فريم كده بيقول لك ارسم جوه ده. طب هرسم جوه ده هعمل ايه؟ لو جيت حولت الفيل كولر كده وقلت ان انا هرسم جاهز، رسم عادي صح؟ يلا نسيب 1 2 3. ايه ده؟ ده رسم جوه، واللي بره ده فين؟ موجود بس هو خفيف. حاليا كده هو عمل الحاجه اللي احنا كنا لسه بنقول عليها، اللي هو بيقول درو انسايد. هو رسم جوه الشكل ده. طب انا حاليا كده ماسك الاثنين مع بعض، انا عايز ان انا اديت حاجه فيهم، هعمل ايه؟ هتلاقي هنا هو كاتب لك كليب جروب او جايب لك فوق كليب جروب. طول ما انت ماسك دي بيقول لك ان انت كده ماسك كل ده. طب انا لو عايز امسك اللي جوه هتدوس على دي، هيديك اكسس ان انت تمسك الدايره اللي جوه اللي هي كامله اصلا. ممكن ان انا اجي اصغرها واخليها ان هي تظهر كده وادوس بره، خلاص بقت الدنيا بتاعتي ان انا ماسك الاتنين مع بعض. عايز امسك اللي جوه تاني حاجه ادوس كده، او ان انا لو انا ماسك ده ممكن ادوس كنترول الت 7 وكل ده يتفك. طب كل ده اتفك ليه؟ هو كنترول الت 7 دي انتوا فاكرينها؟ مش دي كانت الكليب ماسك؟ ايه كليب ماسك دي؟ ان احنا ندخل حاجه جوه حاجه. فاكرين لما احنا قلناها في البيزنس كورد؟ لما انا جيت دلوقتي قلت لك ان انت ممكن تحط صوره جوه دايره ان انت تعمل لها كليب ماسك. انت عايز تحط حاجه جوه حاجه يبقى انت تعمل لها كليب ماسك. فالدايره دلوقتي دي وهي محطوطه جوه كده، هي مش كده معمول لها كليب ماسك؟ الدايره التانيه كانت موجوده بره اهي، وبقيتها موجوده بره اهي. فحاليا هي موجوده، هي الفكره بس كلها ان هي معمول لها كليب ماسك وجوه الشكل ده. يبقى الاوبشن بتاعي ده بتاع درو انسايد، لما انا باجي برسم حاجه جوه حاجه هو اوتوماتيك بيخلي الفريم اللي بره يعمل كليب ماسك للحاجه اللي انا هرسمها جوه. حاليا هو كده بيدخل الحاجتين في بعض. يبقى احنا دلوقتي عرفنا ان في اوبشنز 3 تحت برضو زياده بيدونا اوبشن ان احنا ممكن ندرو نورمال العادي، ممكن ندرو باكورد ان انا دلوقتي الحاجه اللي انا هاجي ارسمها تترسم ورا اللير اللي انا واقف عليها اصلا، وممكن درو انسايد ان انا ارسم جوه. طب ايه الثلاث نقط دول؟ الثلاث نقط دول بتوع التولز. بس التولز هنا كلها مختفيه لان انا واخد التولز كلها. ان أنا لما جيت شرحت اشتغلت معاك على المود الاسنشال كلاسيك اللي بيبقى مبين لك كل التولز، عشان ابقى شرحت لك كل التولز اللي حرفيا موجوده في الالستريتور. في ناس بتشتغل بمود تانية زي مود الاسنشال، ده مبيبقاش جايب لك التولز كلها. فانت لو جيت دوست هنا هتلاقي في تولز، لو انت تيجي تختار تقول له لا انا عايز التول دي معايا فتشدها وتبتدي انك تحطها هنا وهكذا.
بس احنا كان اساس شغلنا اصلا اللي انا جيت اشتغلت معاك في المود بتاع الاسنشال كلاسيك، بحيث ان انت تبقى فاهم التولز كلها وتبقى انت شايف الدنيا كلها ماشيه عندك ازاي. فانت لو البريفيو اصلا اللي انا بشتغل عليه ده مش موجود عندك وموجود التولز القليله زي اللي احنا كنا شايفينها من شويه دي، اعرف ان انت شغال على الاسنشال مود العادي اللي هو بيديك المنظر ده، لكن احنا كنا بنشرح وبنشتغل على الاسنشال كلاسيك. طيب انا مش عايز منظر تولز كتير وانا بستخدم كام تول وحاططهم في الاسنشال، في مشكله؟ لا مفيش مشكله، بس انا بتكلم عشان انت لما تيجي تطبق ورايا وتبقى شايف ما تتخضش من المنظر ده. لا المنظر ده موجود عادي، بس هي فكره بس ان انت تبدل بين الاثنين مودز دول. طيب احنا كده اتكلمنا عن الافكتس واتكلمنا عن الاوبجكت، اتكلمنا عن الباترن واتكلمنا عن الباث والكلام ده كله. زي ما احنا اتفقنا اي حاجه تتوه منك هتلاقيها جوه الويندو بار بتاعتك. ما تزهقش، ابتدي ان انت تنزل تحت لحد ما انت تلاقي كل حاجه، وهتلاقي السيتنجز بتاعتك كلها موجوده هنا زي ما انت عايز. احنا كده برضو عدينا على الافكتس وعدينا على الحاجات بتاعت الاوبجكتس وخلصنا كم كبير قوي من حاجات بتاعت الالستريتور. الافكتس كل سنه عن التانيه بينزل افكتس زياده، بينزل حاجات زياده، في حاجات بتبقى موجوده بزياده، فانت ما تقفش على الافكتس اللي انت عارفها، خش والعب. انت ما دام عرفت البيزكس خلاص كمل انت وعيش حياتك والعب. اي افكت يجي جديد جربوا، مش كل الافكتات اللي كانت موجوده وبتتشرح دلوقتي كانت موجوده قبل كده. مع كل تطور فيرجن بيبقى في حاجات مختلفه بتطلع، فانت جرب اي حاجه تبقى موجوده قدامك. احنا كده خلصنا شرح النهارده. ان شاء الله الحلقه الجايه زي ما احنا اتفقنا هنتكلم عن شويه تيبس اند تريكس في حاجات كتير مهمه، فالحلقه الجايه هتكون مهمه جدا لازم تركز فيها وتشوف كل التفاصيل بتاعتها، لان هي هتفرق معاك في تفاصيل كتير في ناحيه البرينتنج، من ناحيه تجهيز الشغل وان انت تسلم الشغل لحد تاني يكمل بعديك، او لو انت وحد شغال معاك بتشتغلوا مع بعض ازاي تسلموا الفايل لبعض. والحلقه اللي بعديها ان شاء الله هنتكلم عن كل الاكسبورتيشنز بتاعت الالستريتور. يبقى الحلقه الجايه هتبقى تيبس اند تريكس، والحلقه اللي بعديها هتبقى الاكسبورتيشنز بتاعت الالستريتور، بحيث ان انت لو عايز تكسبورت باي صيغه معينه تبقى عارف تكسبورت ازاي باكتر من طريقه، بحيث ان انت تبقى فاهم كل حاجه ازاي تتوظف بالشكل الصح، بحيث ان الاكسبورتيشن ما يعملش معاك مشاكل ايا كان بقى انت بتكسبورت صوره ولا هتبعت حاجه للكلاينت او بتكسبورت فايل بي دي اف للبرينتنج او هكذا. الحاجات دي برضه هنتكلم عليها في الاكسبورتيشن وهنخلصها ان شاء الله بتفاصيلها كلها. اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، استنيكم في حلقات جايه كتير. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وترنوا الجرس عشان كل ما ننزل حلقه جايه تجيلكم. ولو حد عنده اي سؤال ممكن تسيبوا لي الاسئله بتاعتكم تحت في الكومنتات، ولو حد حابب ان هو يكلمني برايفت هتلاقوا لينك الاكونت الانستجرام موجود تحت في الديسكربشن، ولينك الفيسبوك بيج موجود تحت في الديسكربشن. واتمنى انكم تكونوا استفدتوا بمعلومه جديده، والسلام عليكم.